واقيلا كون كنا كنقراو المواد بالتمغربيت ديالنا كنا كاملين غنجيبوا الباك وبالنقطه اللي كنحلموا بها. اليابان عندها واحد ما بين احسن انظمه التعليم في العالم وكتقرب الجابونيه مولاي. فنلندا ولات نموذج عالمي في التعليم وهذا الشيء نهار قررت تقرب لغتها. المانيا كيستعملوا لغتهم بشكل كامل حتى في التعليم العالي، ودابا تخيل انت في لافاك وكتقرا بالدارجه مغربيه فاليدي. انا عارفه بلي هذا الشيء ما يمكنش يجي بين ليله وضحاها، داك الشيء علاش تحركنا حنا الاولين مع الناس ديال البكالوريا وخرجنا كتب مصاوبه بواحد الطريقه ذكيه، وانت غتفهم علاش. الكتوبه عباره على اكثر من 100 تمرين مع الحل ديال تمارين والحلول مكتوبه بالفرنسي ولكن ضروري كتلقى معاه واحد البارتي مكتوبه بالدارجه، يا اما غتعطيك استيوس ولا غتشرح لك كيفاش حتى وصلتي للحل ولا غتنبهك من شي حوايج كلشي كيغلط فيهم. المهم هو انها بالدارجه، حيت وانت كتسكاني في ديك الورقه اللي كامله مكتوبه بالفرنسي ضروري عقلك غيمشي لديك البارتي اللي مكتوبه بلغتك حيت هي الاستثناء. وهكا غنكونوا وصلنا للهدف اللي هو الاستفاده الكامله من التمرين، والحمد لله النتيجه كما كانت في المتوقع. وهادو ميساجات كاع الناس اللي خداو الكتوبه وخدموا بهم. اما الا بغيتي الكتاب دخل لاباج باكور وغتلقى اللين منين طلبوا في البايو.